السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أخفى خمسا في خمس لخمس. أخفى سبحانه وتعالى ساعة الإجابة في يوم الجمعة حتى تلتمس الساعات كلها، وأخفى سبحانه وتعالى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان حتى تلتمس الليالي كلها، وأخفى جل في علاه رضاه في طاعته، فلا تحقرن من الطاعات شيئا عسى أن يكون فيها رضا الله عز وجل. وأخفى جل في علاه سخطه في معصيته، فلا تحقرن من المعاصي شيئا عسى أن يكون فيها سخط الله عز وجل. وأخفى سبحانه وتعالى أولياءه في خلقه، فلا تحقرن أحدا من المسلمين عسى أن يكون وليا لله عز وجل.